في تاريخ السينما المصرية اتعمل أكتر من 4000 فيلم، بس أكيد مش كلهم نجحوا، وعشان نقول على الفيلم إنه ناجح لازم يكون في الشرط ده، وهو إنه يجيب إيرادات من 20 ل 50 مليون جنيه، والمبلغ ده للناس اللي مش فاهمة هو المبلغ اللي الفيلم بيجمعه من بيع التذاكر في السينما وقت نزوله، أما عرضه على التلفزيون ملوش علاقة. وطبعا الشرط ده بينطبق على الأفلام بعد 2010 كده، عشان قبل كده أكيد نسبة الإيرادات هتكون أقل بكتير. أما بقى الفيلم اللي بيجيب أقل من 20 مليون فده معناه إن الفيلم إلى حد ما منجحش أوي. وفي الحلقة دي هنتكلم عن اعلى واقل 5 افلام تحقيقا للايرادات في السينما المصريه. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وتدعمونا باشتراك عشان نكمل في السلسله دي. خلينا نبدأ من القمة ونتكلم عن أعلى 5 أفلام حققوا إيرادات خرافية. في المركز الأول فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، واللي اتعرض سنة 2024، والفيلم ده حقق إيرادات حوالي 260 مليون جنيه، وده بيدل إنه نجح نجاح جبار والناس حبته جدا. والسبب في النجاح ده هو تعلق الناس بالسلسلة كلها بداية من الجزء الأول. وطبعا الفيلم ده أكشن ودراما وتشويق، وده بيشجع عدد كبير جدا يشوف الفيلم ويحبه، ومن المتوقع عمل جزء رابع وخامس. في المركز الثاني فيلم بيت الروبي، واللي اتعرض سنة 2023، والفيلم ده حقق حوالي 130 مليون جنيه، واللي بيتصنف انه كوميدي ودرامي. والسبب في نجاح الفيلم بعيدا عن ان الممثلين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز هم اللي عملوه، هو انه بيتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي السوشيال ميديا، وانها قد ايه اثرت علينا. ده غير ان الفيلم نظيف وده مناسب للمشاهدة مع العيلة، وده بيدي شعبية اكبر للفيلم وجمهور اكبر. في المركز الثالث فيلم سيكو سيكو، واللي اتعرض في عيد فطر 2025، واللي قدر يحقق في وقت قياسي اكتر من 120 مليون جنيه. والسبب في نجاحه في الوقت القصير ده هو ان ما كانش في حاجات كتيره تنافسه، ده غير انه فيلم كوميدي وده مطلوب في العيد. وكمان الاعلانات كان ليها عامل كبير جدا في زياده انتشاره بسرعه. الفيلم الرابع هو فيلم كيرة والجن، اتعرض في عيد أضحى 2024، وقدر يحقق لحد دلوقتي أكتر من 115 مليون جنيه. وسبب نجاحه هو الممثلين اللي فيه زي أحمد عز وكريم عبد العزيز، واللي كان بينهم كيمياء رهيبة جدا. ده غير إنه مستوحى من رواية من 1919 أيام الاحتلال البريطاني. وفي العموم أي رواية بيتعمل منها فيلم غالبا بيكسر الدنيا، زي فيلم الفيل الأزرق مثلا. ده غير إن فيلم كيرة والجن متنوع، كوميدي تلاقي، أكشن تلاقي، رومانسية تلاقي، وده بيساعد إن عدد كبير من الناس تنجذب ليه بشكل كبير. في المركز الخامس والأخير من الأفلام الأعلى في الإيرادات فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني، واللي اتعرض في عيد أضحى 2019، وقدر يحقق أكتر من 105 مليون جنيه. وسبب النجاح زي ما قلنا إنه مستوحى من الرواية، ده غير إنه مصنف كفيلم رعب وإثارة، وكمان الممثلين مناسبين في دورهم بشكل جميل جدا تخليك تحب الفيلم بالرغم من إنه مش مفهوم قوي، بس الناس حبته، وده لأنه مليان إثارة وتشويق، ودي حاجة كفيلة تخلي الفيلم ناجح ومحبوب. ومن المتوقع عمل جزء ثالث في عيد أضحى 2026. ودلوقتي بقى خلينا نخش على اقل افلام تحقيقا للايرادات، واقصد باقل يعني هو نجح بس ما جابش فوق ال 50 مليون. في المركز الاول فيلم هارلي، واللي اتعرض في عيد فطر 2023، وقدر يحقق 36 مليون جنيه، وده بيدل على قله الناس اللي حبوا الفيلم في العموم. وفي العموم محمد رمضان افلامه دايما بتكون مستواه قليل جدا بالمقارنه بمسلسلاته، وسبب قله الايرادات هو ان الاحداث تقليديه جدا وما فيهاش اي ابتكار، ده غير ان الاعلانات كانت اقل بكتير من الطبيعي، وكمان اداء الممثلين ما كانش احسن حاجه. الفيلم التاني فيلم من أجل زيكو، اتعرض سنة 2022 وحقق حوالي 28 مليون جنيه، وسبب قلة إيراداته إنه نزل في شهر يناير وهو شهر عادي مش عيد مثلا، وفي الطبيعي الإقبال بيكون كبير في المواسم زي الأعياد، عشان كده ما اتشافش قوي. ده غير إن الجمهور المستهدف قليل لأنه بيتكلم عن فكرة اجتماعية عائلية. وأنا شايف اللي شهر الفيلم ده إلى حد ما هي أغنية الغزالة رايقة، الناس فضلت ترقص على الأغنية وما شافتش الفيلم. في المركز الثالث في الافلام الاقل في الايرادات فيلم عصابة الماكس، واللي اتعرض في عيد اضحى 2024، وقدر يحقق حوالي 20 مليون جنيه. وسبب قلة الايرادات بالرغم من انه نزل في العيد هو المنافسة القوية بينه وبين الافلام اللي نزلت ساعتها زي مثلا ولاد رزق 3، ده غير انه منالش اعجاب الجمهور بشكل عام. وبما ان في المركز الرابع والخامس نفس الفيلم بس بجزئين فهنقول الاتنين مع بعض. في المركز الرابع فيلم الكنز واحد، والمركز الخامس فيلم الكنز اتنين. فيلم الكنز واحد نزل سنة 2017 وحقق 19 مليون جنيه، اما بقى الجزء التاني نزل بعديه بسنتين سنة 2019 وقدر يحقق 6 مليون جنيه. وطبعا الارقام دي تعتبر فشل من ناحية الايرادات، بس مش هننكر انه نجح من ناحية تانية زي القصة والاداء التمثيلي، زي اداء محمد سعد واللي كان اداء قوي جدا. وفي النهاية السينما مش دايما فيها ضمانات، ممكن فيلم صغير يكسر الدنيا وفيلم ضخم يقع ويفشل، لكن الإيرادات جزء واحد من الحكاية. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتقولوا رأيكم في التعليقات. سلام.